يا مساء الفل عليكم، ايه الاخبار؟ اللي ما يعرفنيش انا اسمي كابتن احمد اشرف، كابتن دولي معتمد. واقسم بالله انا مبسوط ان انا بصور لكم الفيديو ده النهارده. والحقيقه ان السبب اللي مخليني اصور النوعيه دي من الفيديوهات ان انا مؤمن تماما ان التعليم مش حكر على اي حد، واني مش لازم يكون معايا مليون جنيه عشان احطهم في كورس عشان خاطر بس افهم. كل بس اللي مطلوب منك انك تفهم النوعيه دي من الفيديوهات فيديوهات تعليميه مش ترفيهيه. اللي اقصده يعني ان حضرتك لو بتدور على اي فيديو او ريل تقلب فيه وما تستفادش اي حاجه خالص، فالنوعيه دي من الفيديوهات مش هتكون ليك خالص. اكيد حصل لحضرتك مره او حصل لحد تعرفه ان بيروح الجيم فتره طويله جدا لكن ما بنشوفش اي تطور او تحسن خالص، وده يرجع لسبب اساسي، هو ان حضرتك او الحد اللي انت تعرفه ده ما تعرفوش واحده من اهم الاساسيات في الرياضه بتاعتك، وهي الحمل التدريبي او اللي بنعرفه اكتر باسم البروجريسيف اوفرلود. مش عايزك تقلق خالص لو الكلام اللي على السبوره مش باين، كده كده هصورها لك واحطها لك في صوره لوحدها. نرجع بقى تاني للبروجريسيف اوفرلود او الحمل التدريبي. الحقيقه البروجريسيف اوفرلود او الحمل التدريبي بحب اختصره في 3 حاجات اساسيه، هو التي في، كانك بتقول تي في اللي هو التلفزيون، والدي يبقى تي في دي. انا مش عايزك تستصعب الامور، ده انا بحاول اسهلها على الاخر خالص. كل اللي انا محتاجه منك بس الصبر. التي عندي هي اختصار للتنسيتي، والتنسيتي هي الشده. الفي عندي اختصار للفوليوم، والفوليوم هو الحجم. اما الدي واخر حاجه واختصار للدنسيتي يعني الكثافه. طبعا زمانك بتسال نفسك تي في دي وايه يا عم والقصه دي كلها، اتقل بس اتقل. انا مش عايزك تتوه مني خالص، بس انا عايزك تسيب كل اللي في ايدك وتتخيل معايا ان القلم ده عباره عن دمبل، وانا ماسك الدمبل كده وبلعب بيه بايسب كير. اي حركه انت بتعملها او بتشوف اي حد بيعملها بيكون داخل فيها 3 عوامل اساسيه. اول حاجه انا قلت لك تخيل ان القلم ده عباره عن الدمبل، فالدمبل ده ليه وزن. انا اول عامل معايا هو الويت يعني الوزن. طيب وانا عمال اطلع وانزل بالدمبل ده عباره عن عده. طب لو عملت اكتر من عده ووقفت فدي تبقى مجموعه. يبقى تاني عامل معايا هو السيتس يعني المجموعات. وتالت حاجه معايا وناس كتيره جدا ما بتاخدش بالها من الموضوع ده مع انه واحد من اهم العوامل ال3، وهو انا ماسك الدمبل اللي هو عباره عن وزن اطلع وانزل بيه، فده كله بياخد مني ايه؟ بياخد وقت. يبقى تالت واحد من اهم العناصر ال3 اللي موجوده هو الوقت يعني التايم. مش هتصدقني طبعا لو قلت لك ان موضوع الفيديو بتاع النهارده خلاص كده خلص، لان كل اللي عايز اقوله لك ان الوزن اللي انا بشيله هو عباره عن التنسيتي اللي هي التي اللي احنا قلناها فوق، والمجموعات اللي انا بعملها هي عباره عن الفوليوم يعني الحجم التمرين اللي انا بعمله. اما خدت وقت قد ايه عشان خاطر اعمل التمرين ده هو الدنسيتي يعني الكثافه بتاعت التمرين. وبكده تكون انت فهمت يعني ايه البروجريسيف اوفرلود يعني الحمل التدريبي. اي تمرينه بتعملها بيكون فيها وزن، بيكون فيها عدد تكرارات، بتعمل مجموعه وبتعملها في وقت، هو ده بالظبط الحمل التدريبي. لكن للاسف الموضوع اصعب من كده بشويه. تعالى بقى ناخد حاجه فيهم كده ونقسمها ونفصلها على رواقه خالص. هنتكلم عن اول حاجه وهي التنسيتي. يعني ايه التنسيتي؟ يعني الشده. لو تفتكر ان احنا قلنا شده التمرين بتتقاس بالوزن اللي هو ايه؟ اللي هو الويت. طبعا مش كلنا بنروح الجيم واحنا عندنا نفس الهدف. في ناس هدفها ان هي تبقى اقوى، ناس هدفها ان هي تعمل عضلات اكبر، في باور ليفترز، ففي اهداف مختلفه خالص للناس. بس احنا هنا هنتكلم عن اكتر الناس بتروح الجيم ليه؟ اكيد عشان خاطر يعملوا عضلات. فوالله قال لك لو هدفك الهايبرتروفي يعني الضخامه العضليه، فانت لازم ترفع من 70 ل 85% من ال1 RM بتاعك. فده ينقلنا لسؤال تاني، هو ايه اصلا ال1 RM؟ والله ال1 RM اختصار لل1 ريبيتيشن ماكس، وال1 ريبيتيشن ماكس هو اكتر وزن تقدر ترفعه وتجيب بيه عده واحده بس. تعالى بقى اديك مثال كده عملي صغير خالص. تخيل القلم ده عباره عن دمبل تاني، والدمبل ده وزنه 30 كيلو، فانا شايل الدمبل ده وبعمل بيه بايسب كير وجبت بيه عده واحده بس، فيبقى ال 30 كيلو ده هو ال1 ريبيتيشن ماكس، هو الوزن اللي بقدر اجيب بيه عده واحده بس. لكن سؤال انا بقى ليك، ايه الوزن اللي المفروض ترفعه لو كان هدفك ضخامه عضليه؟ بالظبط هتيجي تقول لي هلعب من 70 ل 85% من ال1 RM بتاعي. بما ان ال1 RM بتاعي كان عباره عن 30 كيلو، فانا همسك ال 30 اللي هو الوزن بتاعي وهضربهم في 70 ل 85%، يعني اي نسبه ما بين ال 70 ل 85%. ممكن واحد يلعب بال 75% من ال1 RM، مش هقول له غلط اكيد. واحد تاني هيلعب عند ال 80، واحد تاني يلعب عند ال 83، كل واحد على حسب هدفه. فهيطلع لي هنا الوزن في الاخر عباره عن 21 ل 24 كي جي، يعني الوزن اللي المفروض تلعب بيه هو من 21 كيلو ل 24 كيلو. طب اشمعنى الوزن ده؟ عشان خاطر اجيب من 6
ل 12 عده. فهمت بقى دلوقتي ان العدات دي جت منين؟ مش ارقام عشوائيه يعني واتحطت اعتباطا كده. فاللي فهمه بقى من كل ده ايه؟ ان انا لو ال1 RM بتاعي 30 كيلو، فيبقى الاوزان اللي مسموحه ان انا العب بيها لو هدفي ضخامه عضليه هتكون ما بين 21 ل 24 كيلو، عشان اقدر اجيب بيهم من 6 ل 12 عد. وبكده اكون قدرت احسب الانتنسيتي، يعني الشده بتاعه التمرين بتاعتي. وبكده نكون عرفنا وفصلنا اول حاجه من البروجريسيف اوفرلود. نيجي بقى نتكلم عن تاني حاجه معايا وهي الفي، واختصرنا الفي بكلمه فوليوم، والفوليوم يعني حجم. وعرفنا ان حجم التمرين بيتقاس عن طريق المجموعات اللي بلعبها. فاكر لما قلت لك اعتبر القلم ده عباره عن دمبل وكل التكرارات دي بتعمل لي مجموعه؟ فالسؤال هنا المفروض اجيب كام مجموعه في التمرين بتاعي؟ والله الابحاث اللي انت ما بتحبهاش دي قالت لك المفروض تعمل من 10 ل 20 مجموعه لكل مجموعه عضليه في الاسبوع. مش فاهم يعني ايه؟ تعال ناخد الصدر كمجموعه عضليه. انت المفروض في الاسبوع تجيب من 10 ل 20 مجموعه في تمارين الصدر. هيجي واحد ناصح دلوقتي يقول لي طب ما انا بخش بنظام البوش بول ليج وبجيب بس يا كوتش 5 مجموعات للصدر في تمرينه البوش. هقول له طب ما انت بتخش بوش بول ليج، يعني المفروض بتخشها مرتين في الاسبوع. فلو جمعنا 5 و5 في اليوم الثاني هيطلع لي 10 مجاميع. يبقى انا كده برضو في المتوسط من 10 ل 20 مجموعه لعضلات الصدر في الاسبوع. المهم انك لازم تبقى مخلي بالك ان المجاميع تكون من 10 ل 20 مجموعه لكل مجموعه عضليه. واللي اقصده بكل مجموعه عضليه ان الصدر مجموعه عضليه، الظهر مجموعه عضليه تانية خالص، البايسب مجموعه عضليه، الترايسب مجموعه عضليه، الكتف مجموعه عضليه، الرجل مجموعه عضليه، كل دي مجموعات عضليه. طبعا الارقام دي كلها بتتغير بناء على هدفك، لكن احنا بنتكلم عن اكتر حاجه مطلوبه في الجيم وهي الهايبرتروفي او الضخامه العضليه. نيجي بقى لثالث واخر حاجه معانا، هي هتبان لك اسهل حاجه لكن والله هي اهم حاجه، وهي الدي. ودي قلنا يعني دنسيتي، ودنسيتي قلنا يعني كثافه، وقلنا كثافه التمرين بتتقاس بوقت التمرين. ارجع برضو معايا للمثال الاولاني، قلنا الدمبل ده عباره عن وزن، الوزن ده بطلع بيه وبنزل بيه، كل ده بياخد وقت، الوقت هو الكثافه. طيب انا بحسب الوقت ازاي؟ والله قال لك الوقت في المجمل عباره عن تريننج تايم زائد ريستنج تايم، يعني ببساطه وقت التمرين زائد وقت الراحه، هو ده وقت الحصه التدريبيه كلها بتاعتك. يعني ببساطه خدت وقت قد ايه عقبال ما اعمل المجموعه بتاعتي، وخدت راحه قد ايه ما بين المجموعات. قال لك في المتوسط عشان خاطر برضو الهايبرتروفي او الضخامه العضليه لازم يكون وقت الراحه بتاعك من 60 ل 120 ثانية، يعني ببساطة من دقيقة لدقيقتين. يبقى عشان خاطر تحقق أكبر فايدة ممكنة لازم يكون وقت الراحة بتاعك من دقيقة لدقيقتين ما بين المجموعات. وكل اللي أنا عمال أتكلم فيه من الصبح ده عشان نعمل حاجة أساسية وهي اسمها الميتابوليك ستريس، يعني معدل الضغط الايدي. ده هشرحه لك في فيديو لوحده كده تاني على رواقه. نيجي بقى لاخر حاجه في الفيديو بتاعنا، ليه مش بيحصل لحضرتك اي تطور خالص؟ وده ببساطه لان حضرتك او حضرتك بتروحوا الجيم كل اسبوع، بتعملوا نفس الحاجه، بتتمرنوا نفس التمارين من غير ما تغيروا اي حاجه خالص. لكن الحقيقه الدنيا مش بتمشي كده. الفكره كلها عشان خاطر يحصل تطور، ومش كتير هيقولوا لك على الحته دي، انك لازم تلعب في حاجه من الثلاثه. تلعب في التنسيتي، واول ما اقول تنسيتي يجي على بالك الشده عن الوزن اللي بترفعه، يا اما تلعب في الفوليوم، واول ما اقول لك الفوليوم يعني الحجم يجي في بالك على طول المجموعات اللي لازم تلعبها، يا اما اخر حاجه انك تلعب في الدنسيتي، والدنسيتي يعني الكثافه، واول ما اقول لك دنسيتي او كثافه يجي على بالك على طول الوقت. نرجع بقى للمثال بتاعنا في الاول خالص، لما قلت لك ان القلم ده عباره عن دمبل، والدمبل ده ليه وزن بطلع وانزل بيه، فبعمل مجموعه، المجموعه دي بعملها في وقت اكيد، فيبقى الثلاث حاجات دولت لازم انك انت تلعب فيهم. ما ينفعش تلعب بنفس الدمبل كل اسبوع، نفس عدد التكرارات ونفس عدد المجاميع في نفس الوقت. طب يبقى التطور هيحصل ازاي؟ وفي اخر الفيديو تعالى بقى ناخد كده مثال عملي عشان خاطر يكون عداني العيب وازح. دلوقتي لو انا متعود على طول ان انا بلعب البنش بريس بال 40 كيلو، وعايز اعمل بقى البروجريسيف اوفرلود عشان خاطر اشوف التطور واشوف التحسن في جسمي، فاول ما اقول لك بروجريسيف اوفرلود يبقى لازم تلعب في حاجه من الثلاثه دول، يا اما هلعب في الوزن، يا اما هلعب في المجموعات، يا اما هلعب في الوقت. لو الطبيعي بتاعي خالص ان انا بلعب ب 40 كيلو وبجيب 3 مجموعات وبعمل التمرينه بتاعتي في 30 ثانيه، فانا ممكن اغير الوزن بتاعي واخليه من 40، لا انا ممكن اخليه 45، ممكن اخليه 50 على حسب طاقتي، واسيب المجموعات واسيب وقت التمرين زي ما هو.
او ممكن اعمل العكس، اخلي ال 40 زي ما هو، لكن العب في المجموعات واخليها من بدل 3 لا ده انا اخليها 4 اخليها 5 واخلي وقت التمرين زي ما هو. او ممكن العب في الوقت، يعني ببساطه اخلي الوزن زي ما هو واخلي كمان عدد المجموعات زي ما هي، لكن اخلي وقت التمرين هو اللي يتغير. بدل ما اخلص المجموعه بتاعتي في 30 ثانيه وانا عمال العب بسرعه، لا اخد وقتي واخليها على الهادي خالص واخلص التمرينه بتاعتي في دقيقه بدل 30 ثانيه. يبقى خلاص كده، عشان خاطر انا تعبت واكيد حضراتكم كمان تعبتوا، التطور في جسمك عمره ما هيحصل الا بانك انت تعمل البروجريسيف اوفرلود، يعني تغير حاجه من الحاجات الثلاثه اللي احنا شرحناهم في خلال الفيديو ده، يا اما تغير الوزن بتاعك، يا اما تغير المجموعات، او يا اما تغير الوقت. وعشان خاطر تقدر تحسب ايه بالظبط اللي المفروض تعمله وايه الوزن اللي المفروض تشيله وعدد المجموعات اللي المفروض تلعبها والوقت اللي المفروض تخلص بيه التمرين بتاعك، لازم يكون معاك مدرب شاطر يعرف ياخد تفاصيلك ويعرف يديك الحاجه اللي على مقاسك بالظبط، لان زي ما قلنا كل واحد هدفه بيختلف على حسب التاني والارقام بتختلف على حسب الهدف بتاعك. لو عندكم اي حاجه تاني عايزين نشرحها لكم بالتفصيل زي الشكل ده فما تتكسفش خالص وسيبها لي في الكومنت. اتمنى في النهايه الفيديو ده يكون عجبكم، وما تنسوش تعملوا لي فولو ولايك عشان خاطر تشوفوا كل جديد.